السلام عليكم. بيبدأ الفيلم ببنت جميلة اسمها تنجا، عندها 12 سنة وبتمارس رياضة الجمباز، وبتروح لها أمها هيلين وبتهزر معاها، وبيتصور معاها أبوها وأخوها اللي اسمه مات علشان ينشروا صورهم على السوشيال ميديا. وفجأة بيسمعوا صوت عند الشباك، فبتقوم تنجا تشوف فيه ايه وبتلاقي فيه كسر في الشباك، ولما بتفتحه بيدخل غراب البيت وبيعمل فوضى كبيرة جدا، والعيلة كلها بتجري وراه علشان يمسكوه لكن ما بيعرفوش، وبيقف على النجفة وبيبص لهم، وفجأة النجفة بتقع وساعتها تنجا بتحدف على الغراب فوطة وبتمسكه علشان تطيره من الشباك، لكن امها بتقول لها تديهولها، واول ما بتاخده بتكسر رقبته، وبتتصدم تنجا من اللي امها عملته، وبتديهولها امها وبتقول لها ترميه في القمامة، فبتمسكه وهي خايفة وبتروح تتخلص منه وهي حزينة، وبتقفل عليه لكن ما بتاخدش بالها انه لسه بيتحرك، وبتشوف جارتها الجديدة ريتا واللي بتبقى في نفس سنها، وبتكون بتلعب مع كلبها فبتروح تتعرف عليها، وبتقرب تلعب مع كلبها لكن الكلب بيعض تنجا، وريتا بتستغرب وبتعتذر لها لان كلبها اول مرة يعمل كده مع حد. وبالليل الام بتغني المات علشان ينام، وبتدخل تنجا وبتغني معاها، وبعدها بتقعد الام تعمل مونتاج للفيديوهات اللي بيصوروها، وتنجا بتحكي لها عن جيرانهم الجداد وانها بقت صاحبة بنتهم ريتا، فبتقول لها هيلين ان ما عندهاش وقت للصداقات وتركز على تدريب الجمباز علشان عندها بطولة، وبيبان ان ام تنجا مسيطرة عليها جدا. وبالليل تنجا ما بتعرفش تنام لانها متضايقة من كلام امها، وفجأة بتسمع صوت الغراب بره، فبتخرج من البيت وبتبص عليه في القمامة وما بتلاقيهوش، وبتسمع صوت جاي من مكان بعيد، فبتمشي ورا الصوت لحد ما بتلاقيه واقع على الارض وبيتألم من الإصابة بتاعته، فبيصعب عليها وبتقرر إنها تنهي ألمه، وبتخبطه بطوبة وبتخلص عليه، وبتلمح عش جنبه وفيه بيضة، فبتفهم إنه عش الغراب، وعلشان إحساسها بالذنب بتقرر إنها تاخد البيضة معاها وبتدفيها في سريرها. وتاني يوم بتروح تدريبها وما بتبقاش مركزة، وبتشوفها المدربة وبتنصحها إنها تتدرب أكتر علشان تقدر تدخل المسابقة. وبعد التدريب أصحاب تنجا بيروحوا لها علشان تخرج معاهم، لكن هي بتقول لهم إن عندها تمرين جري، فبيسيبوها وبيمشوا، وهي بتبص عليهم وبيبقى نفسها تروح معاهم، لكن طبعا ما بتقدرش تعمل كده بسبب امها. ولما بترجع البيت بتطمن على البيضة وبتلاحظ انها كبرت شوية، وبتدخل لها امها وبتعرفها ان هي وابوها اتفقوا على الانفصال وهتفضل علاقتهم كويسة علشان تنجا واخوها. وفعلا تنجا بتلاقي ان امها بتتعامل مع ابوها بشكل طبيعي، وبعد كام يوم بتلاقي البيضة كبرت جدا، فبتفتح بطن الدب اللعبة بتاعها وبتحطها جواه، وبتروح على تمرينها وامها بتكون هناك وبتشجعها، لكن تنجا ما بتعرفش تعمل الحركات مظبوط والمدربة ما بيبقاش عاجبها ادائها. وبتدخل ريتا جارتهم الجديدة وبتبتدي تتدرب، والمدربة بتعجب بادائها ولياقتها جدا، بس هيلين بتضحك وهي باين عليها انها متضايقة وبتبص لتنجا. ولما بيخلص التدريب بتخلي تنجا تتدرب كتير جدا لدرجة ان ايدها بتتعور، والمدربة بتروح لهم وبتقول للام انهم لازم يقفلوا الصالة، فبتطلب منها انها تسيبهم شوية كمان، وبتفضل تدرب تنجا لحد ما بتعمل الحركة مظبوط. وبالليل تنجا بتشوف البيضة وبتتفاجئ بانها كبرت جدا، وبتحط ايدها عليها وبتحس بحاجة بتتحرك جواها، وبتبتدي تتخيل ايه اللي ممكن يطلع من البيضة. وبعدها بتروح تقعد مع امها اللي بتعرفها انها من الاسبوع اللي جاي هتعيش مع خطيبها تيرو. وتنجا بتتضايق بالرغم من انها عارفة ان ابوها وامها منفصلين، وبترجع اوضتها وبتقعد جنب البيضة وبتعيط ودموعها بتنزل عليها. وفجأة البيضة بتبتدي تتكسر وبتخرج ايد منها، وتنجا بتخاف وبتجري تستخبى في الدولاب، وبتراقب البيضة وبتشوف كائن غريب بيخرج منها، وبتترعب لما بيبص عليها وهي جوه الدولاب. وبعدها بيكسر الشباك وبيهرب، وابوها بيسمع الصوت وبيروح لها وبتقوله ان في طائر خبط في الشباك وكسره. وبالليل بتسمع صوت الكائن عند الشباك وبيدخل اوضتها، وهي بتبقى خايفة منه بس بتحس انه عايز يقول لها حاجة، وبيمد لها ايده علشان تطلع منها حتة الازاز اللي داخله فيها، فبتشدها وهو بيصرخ، وهي بتغمض عينيها وبتخاف وبتحط ايدها على وشها، ولما بتفتح بتلاقيه بيقلدها، فبتحس انه طيب وبتطبطب عليه. ولما بتلاقي ريحة ايدها وحشة بتقرر انها تاخده تحميه، وفي الاول بيبقى خايف لكن بعد كده بيحب المية وبيبقى مبسوط، وبتاخده تنيمه تحت سريرها وبتغني له علشان ينام. وفي الوقت ده كلب ريتا بينبح، والمخلوق الغريب بيحس ان تنجا متضايقة ومش عارفة تنام، فبيخرج يخلص على الكلب. وبتصحى تنجا وبتلاقيه قدامها على السرير وجثة الكلب جنبها، فبتتصدم، وساعتها بتضطر انها تاخد الكلب وتدفنه في الجنينة، وبيكون مات اخوها واقف وشايفها من الشباك. وبعدها بتخرج وبتروح لمحل وبتشتري اكل طيور، وبتقابل زمايلها هناك ومعاهم ريتا، وبيمشوا سوا علشان يروحوا وبيبقوا مبسوطين وبيضحكوا. وريتا بتطلب منها انها تعلق معاها اعلان علشان الكلب بتاعها اللي ضايع، وتنجا بتبقى متأثرة وحزينة بس مش قادرة تتكلم. ولما بتدخل البيت امها بتفرجها على فرشة الشعر اللي جايبها لها هدية، واخوها بيعرف ان امه ما جابتلوش حاجة وبيتضايق، وبيشوف اعلان الكلب فبيجري على بره وبيرجع وهو شايل جثة الكلب.
وبيقول لهم انه شاف تنجا وهي بتدفنه، لكنهم ما بيصدقوش كلامه فبيتعصب وبيزق تنجا على الارض وبيطلع على فوق وبيلمح خيال في اوضه تنجا، فبيلبس القناع بتاعه وبيدخل يفتش تحت السرير وبتتمد ايده وبتقطع القناع بتاعه فبيخاف. وفي نفس اللحظه بتكون تنجا بتعمل حركات غريبه وامها بتحاول تفوقها، ولما بترجع لطبيعتها بتقوم تجري على اوضتها وبتزعق للكائن، وبتدخل امها وراها وبتسالها بتكلم مين، وبتبص تحت السرير وما بتلاقيش حاجه، وبتفتش في دولابها وبتتصدم لما بتلاقي لبس المسابقه متقطع وبتزعق لها. وتنجا بتلمح الكائن مستخبي في مكان في الدولاب فبتقفله بسرعه علشان امها ما تشوفوش، وبتعاقب الكائن وما بترضاش تفتح له طول اليوم وهو بيعمل اصوات وكانه بيترجاها تخرجه، وفي اخر اليوم بيصعب عليها وبتفتح له وبتديله ياكل من اكل الطيور اللي اشترته له، وبتلاحظ انه ريشه بيقع وبيطلع مكانه شعر اصفر، فبتقول له تنجا انه شكله بنت وبتسميه الي. وبتعدي ايام والي بتكبر وبيطلع لها شعر، فبتهتم بيها تنجا وبتلبسها من هدومها وبتحط لها ورده في شعرها. وبعدها بتيجي التدريبات النهائيه قبل المسابقه، وريتا بتبقى افضل من تنجا وهيلين بتبقى متضايقه وغيرانه منها، لدرجه ان لما بتشوفهم قاعدين مع بعض بتحاول توقع بينهم وتنجا بتبقى متضايقه. وساعتها الي بتحس بيها وبتفتح الدولاب وبتروح لريتا وهي راجعه في الطريق وبتهاجمها، وفي الوقت ده هيلين بتشوف تنجا بتعمل نفس الحركات الغريبه وبتحاول تهديها. ولما بيرجعوا البيت تنجا ما بتلاقيش الي، بس بتلاقي منقارها واقع على الارض وبتستغرب. والصبح امها بتقول لها تجهز حاجتها علشان هتروح معاها عند خطيبها تيرو، ولما بيوصلوا البيت بيرحب بيهم، وامها بتفرجها البيت وبتوري لها بنت تيرو الصغيره واللي بتكون امها ماتت وهي بتولدها. وبالليل تنجا ما بتعرفش تنام من صوت البنت الصغيره، وبتلاقي الي واقفه لها عند الشباك فبتفتح لها وهي مستغربه من شكلها اللي اتغير وبتنيمها جنبها. والصبح وهما بيفطروا بيجي تليفون لهيلين وبتعرف اللي حصل لريتا، فبتروح تنجا علشان تزورها في المستشفى وتطمن عليها، وبتتفاجئ بالاصابات والجروح اللي في وشها. وريتا بتصرخ اول ما بتشوفها، وتنجا بتتخض وبتجري على بره، وبترجع البيت وبتبقى متاكده ان الي هي اللي عملت كده وبتفضل تزعق لها، وبترفع ايدها علشان تضربها لكن بتضرب نفسها اكتر من مره، والي بتاخدها في حضنها وبتهديها لحد ما بتنام. وبعد كام ساعه بتصحى وبتلاحظ ان ملامح الي بقت نفس ملامحها، وبعدها بتروح تنجا تتكلم مع تيرو وبيسألها إذا كانت بتحب الجمباز، وبيفهم من كلامها إنها بتلعبه علشان دي رغبة أمها وبس. ولما بيدخلوا البيت تيرو بيسمع صوتها بتتكلم مع حد، فبيحاول يفتح الباب علشان يطمن عليها، وبيتصدم لما بيشوف الي بتاكل بشكل غريب وبيفتكرها تنجا، وبيقولها انه هيتصل بامها، فبتجري الي علشان تهجم عليه، لكن تنجا بتقفل الباب بسرعه وبيجي على ايد تيرو وبتتجرح. وبعدها بتروح له تنجا وبتعتذر له وبتترجاه انه ما يقولش اي حاجه لامها، اللي بتوصل وبتبتدي تدرب تنجا وبتزعق لها لما بتغلط، والبنت الصغيره بتخاف من الصوت وبتعيط، فهيلين بتسيب تنجا وبتروح تشيلها، وبتبص لها تنجا وهي متضايقه وحاسه بالغيره، وطبعا الي بتحس بيها. وهيلين بتقول لتيرو انهم هيروحوا المسابقه، وتنجا بتبقى خايفه على البنت الصغيره. ولما بتوصل تنجا المسابقه بتحس ان في حاجه هتحصل وما بتبقاش مركزه، وبتحس ان الي بتقرب من البنت، فبتوقع نفسها على ايدها علشان توقف اللي الي عايزه تعمله، وطبعا بتخسر في المسابقه. ولحسن الحظ بيدخل تيرو وبينقذ بنته، وبيشوف الي وهي بتهرب وبيفتكرها تنجا. ولما بترجع هيلين بيتخانق معاها وبيقولها تاخد بنتها وتمشي، وانهم عيله مجانين ومش عايز يعرفها تاني. وبيمشوا وهيلين بتبقى متعصبه وبتقول لتنجا انها بوظت حياتها، وبيرجعوا لبيتهم. ولما تنجا بتدخل اوضتها بتجيلها الي وبتبقى عايزه تدخل من الشباك، فبتمنعها تنجا وبتقول لها انها سبب كل مشاكلها وبتزعق لها وبتوقعها. وبعدها بتروح لامها وبتعتذر لها. وفي نفس الوقت ابوها بيشوف الي في الجنينه وبيفتكرها بنته، وبيشوفها وهي طالعه اوضتها وبتقعد في دولابها، فبيفتكرها زعلانه علشان خسرت في المسابقه، فبيسيبها براحتها وبيخرج. بس بعدها هيلين بتروح لها وبتبقى لسه متضايقه منها، وبتفضل تزعق لها وبتسرح لها شعرها علشان هيرجعوا يصوروا فيديوهات تاني، لكن بتتقطع خصله من شعرها وهيلين بتتصدم لما الي بتبص لها، وفجاه الي بتهجم عليها. وبتوصل تنجا وبتحاول تنقذ امها، وبتقف هيلين تبص لهم وهي مذهوله. وتنجا بتحكي لها قصه الي وبتعرفها انها طلبت منها تبعد عنها وتمشي، فبتحضنها هيلين وبتطمنها ان كل حاجه هتبقى كويسه. وبيروحوا هما الاتنين وبيمسكوا سكاكين علشان يخلصوا على الي، بس لما هيلين بتدخل الاوضه الي بتهجم عليها، وبتحاول هيلين تقاوم وبتقدر تضربها في رجلها، وطبعا تنجا بتحس بنفس الضربه. ولما هيلين بتكون خلاص هتخلص على الي بتقف تنجا قدامها والضربه بتيجي فيها هي، ودمها بيجي على الي وهيلين بتنهار.
وبيدخل جوزها وابنها عليهم وبيشوفوا اللي بيحصل، وبتتحول آلي بسبب الدم اللي جه عليها لنسخة تانية من تنجا وبتقف قدامهم بتحدي. لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك وشير للفيديو وتكتبوا لنا في التعليقات عن أي مسلسلات أو أفلام حابين إن احنا نلخصها لكم الفترة اللي جاية.